خطفت خطيب صاحبتها وخلتهم يبعدوا عن بعض علشان تاخده هي. البلوجر سلمى عبد العظيم في ورطة بعد الكشف عن علاقة الحب اللي بينها وبين علاء جمال، والمتابعين واخدينها غسيل ومكوى على السوشيال ميديا. تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. كلنا عارفين ان حوارات البلوجرز ما بتخلصش، خناقة من هنا على ترند من هناك، لكن اكتر موضوع منتشر ما بينهم هما انهم بيخطفوا جوازات بعضهم، وده الترند اللي حصل من فترة مع البلوجر رهف الشامي، ووقتها الناس كلها ما كانش ليها سيرة غير الموضوع ده، ورجع من تاني ترند جديد بنفس الشكل، لكن المرة دي مع البلوجر سلمى عبد العظيم. الموضوع بدأ من كام أسبوع لما سلمى أعلنت عن دخولها في قصة حب جديدة، وإنها هتكشف التفاصيل في الوقت المناسب، وفضلت تنزل ستوريهات حب وإشعار عن حبيبها، لكن كل ده من غير ما تقول هو مين نهائي، وقالت للكل إنها هتعرفهم لما تتم الخطوة الرسمية والكل هيتفاجئ بالموضوع. لكن الجمهور مسكتش وفضل يدور وراها علشان يعرف مين هو سعيد الحظ، وكانت المفاجأة إنه طلع علاء جمال، خطيب البلوجر كاميليا عاصم السابق، أقرب صاحبة لسلمى واللي وقفت معاها في مواقف كتير، والكل كان عارف إنه علاء وكاميليا بيحبوا بعض جدا، لدرجة إنه البرامج التلفزيونية كانت بتستضيفهم علشان يسمعوا قصة الحب دي، وده اللي خلاهم ترند طول فترة خطوبتهم. لكن فجأة الجمهور اتصدم بإنهم فسخوا خطوبتهم وقالوا إنه كل شيء اسمه ونصيب، وعدى على الموضوع سنة بالتمام والكمال، وحاليا علاء وقع في شباك سلمى وحبوا بعض. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة بالنسبة للمتابعين إنه سلمى كانت من أقرب الناس لكاميليا، والكل كان شايف في خطوبتها كانت مبسوطة ليها إزاي، لكن بعد الخطوبة وبعد ما علاء وكاميليا كانوا طول الوقت ترند، سلمى بعدت عنها. الجمهور اتقسم لرأيين، نص شايف سلمى خطفت رجالة، وإنه حتى لو كان علاء ساب كاميليا ما ينفعش هي تتخطب له علشان دي المفروض صاحبتها، واتهموها كمان إنها أكيد كانت السبب إنهم يسيبوا بعض، وإنها قطعت علاقتها بكاميليا غيرة منها. وناس تانية شايفة إنه الموضوع عادي جدا، خاصة إنه انفصال علاء وكاميليا عدى عليه سنة كاملة، وهي علاقتها بعلاء يدوبك من كام شهر بس، وإنه الموضوع ما فيهوش مشاكل طالما الأطراف كلها مرضية. لكن السؤال المهم، هل أصلا يحق للمتابعين إن هم يحاسبوا سلمى على تصرفاتها ويتهموها إنها خطفت رجالة؟ وتفتكروا سلمى هتطلع تدافع عن نفسها ولا لأ؟ شاركونا الرأي.